قال سبحانه: الذين يتربصون بكم. المنافقين قاعدين مستنيين عشان يشوفوا الدنيا هترسى معاكم على ايه، على خير ولا على شر، هتكسبوا ولا هتخسروا. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. لو المسلمين كسبوا وانتصروا في معركة وربنا فتح عليهم وغنموا، يجروا عليهم ويقولوا لهم: احنا معاكم يا جماعة، مبروك علينا النصر، ما تنسوش نصيبنا بقى في الغنايم. وإن كان للكافرين نصيب، لو الكفار هم اللي كسبوا، يروحوا عليهم جري ويقولوا لهم: ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ مش احنا ساعدناكم وأمددناكم بمعلومات عن المؤمنين عشان تقدروا تنتصروا عليهم؟ وقفنا في ظهركم وحميناكم من المسلمين، فانتوا انتصرتوا بفضلنا يا كفار. ادونا بقى من المكاسب دي، لان احنا كنا سبب في نصركم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، في اوطى مكان في جهنم والعياذ بالله. ليه؟ لأن خطرهم كان أكبر من الكافر الصريح. الكافر عدو واضح، لكن المنافق طعنته من جوه، يطعنك من ظهرك، انت مش واخد بالك، انت فاكر انه منك. عشان كده دايما المنافق هو أخطر على المؤمن، وعشان كده هو في الدرك الأسفل من النار.